سلام حبيباتي، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم شاورما الدجاج بتتبيلة رائعة تعطيها بناء عالمية مع طريقة تحضير سهلة تشبه تماما شاورما المطاعم. رايحة نطيبها في أعواد خشبية وندخلها للفرن، والطريقة هذه راح تخلي الصدر تاع الدجاج رايح يجي طري ماشي ناشف ويتفتت وحده. الفيديو هذا رايح يكون فيه أيضا طريقة تحضير خبز الشاورما المنتفخ فارغ ومهوي من الداخل. طريقة سهلة وبسيطة، وراح نعطيكم جميع الأسرار والنصائح اللي تخليه يجي خفيف وينتفخ كما راكم تشوفوا. تابعوا معايا الفيديو للأخير بتشوفوني كيفاش حضرت الوصفة كاملة. نمر الآن للمقادير وطريقة التحضير. نبداو بسم الله. أول حاجة نبداو بها هي تحضير التتبيلة. لهنا عندي 2 صدور دجاج غسلتهم مليح في الماء والخل وخليتهم يكثروا مليح. من بعد نستعين بسكين يكون حاد، نقصوا هكايا شرائح ماشي رقاق بزاف وماشي خشان. نكمل نقص الكمية كامل اللي عندي هكا شرائح كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة. نحطوهم في إناء ونمروا باش نحضروا التتبيلة. نحتاج لتتبيلة شاورما الدجاج. لهنا عندي نص حبة تاع برتقال. نص حبة برتقال، هذا السر اللي رايح يخلي التتبيلة تاعنا تجي الطعم تاعها والمذاق تاعها رائع. جربوها وتفكروني. لهنا عندي عصير حبة ليمون، عندي حبة بصل اخضر قطعتها صغير، ولهنا عندي 5 فصوص ثوم رحيتهم. ونحتاج ايضا علبة ياغورت طبيعي، وإلا كانت عندكم كمية قليلة تاع صدر الدجاج ديروا نص علبة يكفي. عندي 2 مغارف كبار تاع خل ابيض، ولهنا عندي نص كاس تاع زيت نباتي، 2 مغارف كبار طماطم معجونة، ومغرفة كبيرة فلفل احمر حلو، نضيفوا لها مغرفة صغيرة كركم، 2 مغارف صغار ملح، نص مغرفة صغيرة كمون، مغرفة صغيرة فلفل أكحل، ومغرفة صغيرة زعتر مرحي. ولهنا اللي عنده زنجبيل يحط نص مغرفة صغيرة زنجبيل ويزيد لها نص مغرفة صغيرة تاع قرفة. ولهنا زدت أنا مغرفة صغيرة تاع تابل ومغرفة صغيرة فلفل الأحمر الحار. حطيتهم في الروبو في الخلاط الكهربائي ترحاولي كامل، وأعطاني هذا الخلطة رائعة. تتبيلة صدقوني الريحة تاعها لهنا برك قبل ما يطيب رائحة تشهي. نخلط هكايا وندخل هذيك التتبيلة في هذاك شرائح صدر تاع الدجاج، نخلطهم مليح هكايا ونغطيها بالورق الشفاف ونخليها في الثلاجة تريح وتتشرب في التتبيلة تاعها مدة ليلة كاملة. نخدمها في العشية كامل في الليل ونخليها تبات، والصباح نطيبها في الفطور معناتها، ولا العكس نخدموها مع الصباح ونخلوها نهار كامل في الثلاجة تريح ونخدموها نطيبوها للعشاء. ما ننسى لهنايا أنا حطيت من بعد 2 وريقات رند. الآن نمروا للعجينة تاع الخبز الشاورما. لهنا عندي 500 غرام فرينة غربلتها كما راكم تشوفوا. نضيف لها مغرفة صغيرة ملح، مغرفة كبيرة تاع سكر حطيت نصها في الفرينة، والنص تاع مغرفة كبيرة تاع السكر حطيتها في كاس. ضفت لها مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، ونضيف لها ماء دافي، ونخلي الخميرة هذيك تتفاعل مليح مع السكر في الماء الدافي. ونروح نكمل الفرينة تاعي بعد ما حطيت فيها مغرفة صغيرة ملح ونص مغرفة كبيرة تاع سكر. نضيف لها 4 مغارف كبار تاع زيت الزيتون، ونبدأ نبسس في الفرينة في هذيك الزيت هكا، ونحك فيها بالكف تاع يديا باش ما يبقاولناش حبيبات هكاك متكتلين تاع الزيت. في نفس الوقت الخميرة راهي تتفاعل في الكاس في الماء الدافي هذاك. بعد ما نكملو نضيفو الماء والخميرة هذيك نضيفوها، ومازال عندنا المقدار تاع الماء الدافي اللي راح نلمو به العجينة. هنا المقدار كامل ككل تاع الماء الدافي 300 مليلتر تاع ماء دافي، منه اللي حطيت في الخميرة هذاك ومنه اللي راني نكمل به باش نلم العجينة.
الماء الدافي نحطوه على دفعات، ما نحطوهش مرة واحدة، لأنه كل نوع تاع فرينة وكيفاش كاين اللي الفرينة اللي تشرب وكاين اللي ما تشربش. كيما أنا ما كملت 300 مليلتر هذيك خليت منها مقدار مغرفة كبيرة تاع ماء. شوفوا العجينة كيفاش لازم يكون القوام تاعها، ها هو المقدار اللي خليته تاع الماء، شويه ما بقات لي. شفتوا العجينه كيفاش لازم تكون تتلاصق هكا، ماشي مطلوقه ياسر وماشي شاده روحها، لازم تكون تتلاصق بهذه الطريقه. نشدوها ندلكوها او نعجنوها مليح مده 5 دقائق حتى اللي تشد روحها العجينه وتولي عجينه طريه، ما لازمش تبقى تتلصق، ما لازمش معناتها تبقى مطلوقه. شوفوا بهذه الطريقة تحسوا العجينة تبدأ تطرطق. هذه هي العجينة تاعي صاي راهي حاضرة، هذا هو القوام المطلوب تاع العجينة. نحطوها في إناء، نحط لها الزيت، زيت الزيتون من المستحسن لأنه صحي ورايح يعطي لها نكهة للعجينة تاعنا. نحط زيت الزيتون هكا ونغلفها بالزيت ونغطيها بالورق الشفاف ونغطيها بمنديل ونخليها تخمر حتى يضاعف الحجم تاعها. الآن نروحو نجبدو تتبيلة تاعنا هذيك من الفريجيدار، تكون ريحة ليلة كاملة ولا نهار كامل. نجيبو حبة بطاطا كيما شفتو نغلفها بالبابي ألمنيوم، ولهنا عندي واحد الإناء صغير تاع إينوكس، هذاك معناتها قابل للحرارة ولا تاع خشب ولا أي حاجة، المهم تكون تقدر تدخلوها للفور ما يصرى لها والو. من بعد نغلفها من الفوق كامل بالبابي ألمنيوم كما راكم تشوفوا بهذه الطريقة هكا، ونشدها من الأطراف. من بعد نجيب الأعواد الخشبية هذوك تاع الشوا ونبقى نثقب في البطاطا هذيك ونشد بها 4 أعواد خشبية ولا 2 ولا 3 على حسب، لا ما كانش عندكم كمية قليلة 2 أعواد خشبية يكفوكم. من بعد نبداو نحطو ونفرشو في هذوك الشرائح تاع الدجاج، وحدة فوق أختها وحدة فوق أختها حتى نكملوا الكمية كامل. هذه طريقة المطاعم، لكن في البيت شاورما في البيت صدقوني راح تجي بنينة وراح تجي خاصة، رغم أنه إصدار تاع الدجاج كما نعرفوا عليه يجي ناشف، رايح يجي بالعكس ماشي ناشف، يجي طري ويجي يتفتت وحده لأنه راح نطيبوه في الفور، ما راناش رايحين نجمروه في المقله. بعد ما كملت الكمية كامل تاع الصدر تاع الدجاج، عندي حبة بصل صغيرة وحبة طماطم نحطهم من الفوق في القمة تاع الأعواد الخشبية هذوك رايحين يطلقوا تانيك ويضيفوا بنة للشاورما. الآن في هذا الأثناء الفور تاعنا نكونوا ديجا حطيناه يسخن على درجة حرارة 200 درجة. نحطوا الإناء هذاك اللي حضرناه تاع الشاورما نحطوه في وسط البلا تاع الفرن ونصبوا عليه شوية تاع الماء. لهنا الماء هذاك الدور تاعو انه كي يبدا كي يسخن يبدا يطلع البخار هذاك، رايح يطيب فيه الدجاج بطريقة انه يجي طري وما يجيش ناشف. النقطة هذه مهمة مليح، ونعسو عليه كل ما ينشف هذاك الماء نضيفو ماء واحد اخر وهي راهي تطيب من الاسفل ومن الاعلى، ونبقاو نحركو فيها وندورو فيها باش تطيب لنا من جميع الجوانب. الان نروحو نتفقدو العجينه تاعنا راهي خمرت مليح، نهبطو لها الخمور ونحطوها في سطح العمل ونبداو نحلو فيها حربوش. من بعد نقسموها، الكميه هذه خرجت لي 8 اجزاء. نبقى كل جزء نشكلوا كرة ونحاولوا أنه نخرجوهم الكرات كامل متساويين نفس الحجم. نبقى نكور هكا كل واحدة نكورها هكا بيدي، نحطها في سطح العمل ونبقى نضغط عليها وندور فيها هكا بهذا الشكل تعطيني كرة. نجيب ان بلا ونرش عليه الفارينة ونحطهم فوق البلا هذاك في الفارينة كما لاحظتوا. البلا هذا راني رشيته بالفارينة وحطيتهم. شوفوا كيفاش العجينة كيفاش فيها فقاعات، العجينة راهي هايلة. لهنا غطوها بكيس بلاستيكي ونزيدوا فوقه منديلة ونخلوها تريح واحد 4 ساعة. بعد ما ريحوا شوفوا كيفاش ارتاحوا، شوفوا الكرات هذو كيفاش عاودوا خمروا ما شاء الله. شوفوا لهنا نبداو بالوحدة بالكرة ونحلو فيهم دوائر اللي هو الخبز تاع الشاورما اللي رايحين نطيبوه مباشرة.
نرشو الفارينة في سطح العمل ونرشو فوق العجينة تاعنا، وماذا بيكم تزيدوا رشوه في الحلال هذاك اللي تحلو بيه هكا باش ما يلصق لكمش في العجينة، ونبقاو نحلو فيها كل ما نحسو باللي لصقت في سطح العمل نضيفو نرشو الفارينة ونحلو فيها من جميع نحلوها من جميع الاتجاهات هكا باش تعطينا شكل دائري. بهذه الطريقة ما لازمش نرقو فيها مليح، هكا ملاحظة مهمة مليح، ما لازمش نرقو فيها ياسر باش من بعد تنتفخ لنا كي نجو رايحين نطيبوها ويدخلها الهواء في الداخل. شوفوا لهنا بعد ما نكملوا نحلوها لازم نتخلصوا كامل من هذاك الزائد تاع الفارينة، لازم نمسحوها مليح ونفضوها مليح من هذاك الفارينة. شوفوا السمك تاع العجينة تاعنا كيفاش لازم تكون، شوفوا سمك تاعها كيفاش ماهيش رقيقة ياسر وماهيش خشينة، هكا لازم تكون. كمل كمية كامل نحطوهم فوق منديل كما قلت لكم 8 خبزات ما شاء الله، حطيتهم فوق طاولة وحطيتهم فوق منديل ونغطوهم بطبيعة الحال. والآن نطيبوهم مباشرة ونبداو بالخبزة الأولى اللي حليناها. الخبزة الأولى كي كنا حاطينها فوق المنديل، هذاك الوجه اللي يكون عند المنديل هو نحطوه من الفوق، معناتها نقلبوها نحطوها على وجهها، نخلوها على نار متوسطة ماشي قليلة باش تنتفخنا حتى يشد شوية الوجه تاعها ينشف، تحسوا بداو فقاعات هكا صغار يبانوا، ثم نقلبوها وثانيك ميم با دقيقة ولا نعاودو نرجعو نقلبوها. شوفوا كي يبدا هكا يطلع لها الهواء نعاودو نرجعوها، وشوفوا ما شاء الله كيفاش يبدا يدخلها الهواء، والنار ما تنقصوش في النار لهنا تكون متوسطه رايحه للعالي هكا باش يدخلها الهواء وتنتفخ معاكم العجينه بكل سهوله. صدقوني العجينه هذه راهي ناجحه 100%، تبعوا فقط النصائح. كما راكم تشوفوا هذه خبزة طيبتها معاكم، وباقي الخبزات كامل يطيبوا بنفس الطريقة. ما حبيتش نزيد نوري لكم ثانيك باش الفيديو ما تجيكمش طويلة ياسر وتملوا منها. لهنا كل ما نكملوا خبزة نحطوها في وسط منديل ونغلفوها بالساشي بكيس بلاستيكي هكا باش تتندى وتبقى طرية. لهنا نمروا لصلصة المايونيز اللي يخدموا بها سندويشات الشاورما. لهنا حطيت عصرت نص حبة قارص ولا حبة قارص تكون صغيرة، حطيت الأبيض تاع حبة بيض، ولهنا عندي 4 سنينات ثوم اسكرفشتهم ونحطوهم الكامل وشوية ملح ونحطوهم في الخلاط، لازم يتخلطوا مليح مدة 3 دقائق. بعد ما تحصلوا على هذاك الخليط يكون رغوي شوية، نزيدوا مبشور تاع حبة ليمون ونبقى نخلطوه بالبرا تاع الميكسور ونضيفوه في الزيت. لهنا عندي نص كاس تاع زيت، نبقى نضيف في الزيت تدريجيا حتى اللي يعقد الخليط تاع المايونيز تاعنا. ولهنا ما استعملتش النص كاس كامل هذاك، استعملت 4 كاس فقط، واعطاني قوام ثقيل وقوام ما شاء الله تاع المايونيز. شوفوا كيفاش عقدت في وقت قصير فقط، لهنا دقيقة برك ضربتها البغا ميكسور. شوفوا كيفاش رجع القوام تاعها ثقيل. لهنا مازال ما حطيتهاش في الفريجيدر، مازال ما ريحتش، حطوها في الثلاجة تريح شوية ونمروا باش نخدموا السندويشات تاعنا. شوفوا خبز الشاورما كيفاش طري وكيفاش خفيف ما شاء الله، فارغ ومهوي من الداخل. شوفوا كيفاش طري بعد ما برد وجبته من الكيس بلاستيكي هذاك. شوفوا ما شاء الله، تبعوا النصائح راهي نتيجته ناجحة 100%. والآن خرجنا العروسة تاعنا الشاورما من الفرن. شوفوا ديك البصلة اللي حطيتها من الفوق مسكينة اتحرقت ما بقى فيها والو، والطوماطيشة هذيك ذابت معليش. صح في الدجاج كيفاش جا طري ومفتت وبنتو بنة، صدقوني جربوها وردوا لي الخبر. نكمل نخدم السندويشات تاع الشاورما بالخبز الشاورما الرائع وبالشاورما والبنة تاعها والتتبيلة هذيك الرائعة اللي خدمناها. صدقوني شوفوا الدجاج يتفتت وحده، وشفتوا كيفاش ضفت لها الخس هكا من الاطراف. الشكل تاعها والمظهر فقط تاعها يشهي وما نحكيلكمش على المذاق تاعها. الآن نروح نكمل نخدم سندويشات الشاورما
بالمايونيز هذيك اللي خدمتها معاكم فقط بالثوم والبياض البيض كما شفتوا. نضيف الدجاج تاعنا وقليت معها البطاطا كما تعرفوا كي نقولوا شاورما نقولوا معها البطاطا مقليه. ولفيت الخبز كما تشوفوا ثنيته هكا في الاطراف، من بعد عاود قلبته هكا من الجوانب ونعاود نرجعه للمقله يتحمر برك. وهذه كانت وصفة اليوم، شاورما أصلية السورية بالدجاج والنكهة تاعها الأصلية صدقا. جربوها، راهي فيها مطعم بنين بنين يهبل. وخبز الشاورما وجميع النصائح تاعو راني عطيتهم لكم، الله تجربوها وتنال اعجابكم. وإلا عجبتكم ما تبخلوش عليا بجام وكومنتير شباب وتبارطاجوها مع الاهل والاصحاب. ودركا ما بقى لي غير نقولكم الله في رواحكم وفي العزاز عليكم، ونتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الله. باي باي.